السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله. كنت في السوق بقى بجيب لكم شويه حاجات افرجكم بقى كل واحد على حاجته. بصي يا رمان، شفت البرموده دي؟ حلوة. البرموده الخروج دي. شفت الله. اه شفت التيشيرت ده؟ ده بتاعها؟ ده الطقم بتاعها بقى. ايه رايك في حلو. الطقم الجميل ده؟ جميل. ما شاء الله طقم عيد اهو جميل. ماشي، ادي طقم اهو. أول طقم. ودي برموده كمان اهي كمان. شوف. وكمان تيشيرت جميل ازاي يعني ايه؟ كده يبقى طقم كمان اهو عشان تبقى جميل كده في العيد. كل سنه وانت طيب. وتعالى بقى كمان جايبه لك ايه؟ جايبه لك شبشبين اهو للعيد. ماشي، شبشب اسمر وشبشب ايه؟ فسفوري. عشان ايه؟ جايبه لك ترنجين كمان اهو. بص، ترنج زيتي اهو. الترنج ده كمان اهو جميل ولونه جميل قوي، عجبني قوي. قلت اما اجيبه ايه لمروان عشان ايه يغير فيه. ايه رايك بقى في حاجتك؟ ايه رايك؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي، تعيش وتتهنى وتلبس وتتهنى. وانت يا بطوطه، شفتي يا بطوطه؟ شفتي بيجامات العيد بتاعتك؟ اتفرجي يا قلبي واتبسطي. ايه رايك؟ حلوة. شوفي البنطلون بتاعها. انا قلت لازم اجيب لكم احلى حاجه عشان عايزه افرحكم وابسطكم. شفتي دي بيجامه اهي، خدي. وكمان دي بيجامه اهي، بصي. شفتي البيجامه دي كمان؟ الله الله، الواناتها تحفه يا بنتي، يا بطه جميله، عجبتني قوي. قلت البت بطوطه ايه تلبس وتتهنى. دي واحده كمان اهي. ماشي، وجبت لك برضه شبشبين ودي شبشب بامبا عشان البيجامه، ودي شبشب اللبن ده برضه للبيجامه التانيه. تجيبي كل واحد على ايه؟ على البيجامه. وشوفي بقى كمان طقم العيد. يا حلاوه يا حلاوه على طقم العيد يا ولاد، على عروستنا الحلو. شفتي؟ بنطلون اللي طالع موضه اهو، خدي. والبلوزه قمرة يا قمرة يا قمرة يا قمرة يا. ايه رايكم يا ولاد؟ حاجات وتوكه كمان اهي، لون الايه البنطلون بتاعك كافيه عشان تلاقي على البنطلون بتاعك. وتلبس. جميل. ايه رايكم بقى؟ جميل. كل سنه وانتم طيبين. ما في حاجة يا مرات عمي. ايه؟ في حاجتين. انت يا ابني اجيب لك، انت الصغير يا احمد. وبعدين يا ابني كفايه ان انت قاعد معايا بتاكل وبتشرب وعايش. انا مربياك، قلت مثلا عشان ابوك وامك ميتين مقعدك معايا باكلك واشربك وبخدمك. بس يا ابني مش معنى كده ان انا كمان اجيب لك لبس واصرف عليك كمان في حاجات زي دي. وبعدين حتى طقم واحد، انت جبت لهم طقمين هتجيب طقم واحد. يا حبيبي الفلوس اللي كانت معايا قلت هجيب لي عيال، ولو فاض مني حاجه هجيب لك. فانا ما فاضش، وقلت لازم اجيب لي العيال حاجه تقضيهم طول الصيف. يعني ده كل عيل طقمين، يعني مش حاجه. انت جبت لهم كل واحد طقمين، هتلاقي حتى طقم واحد يفرحهم. والله يا احمد بقى اللي انا اعرفه ان انت تنزل تشتغل وتصرف على نفسك بقى يا احمد. غير كده انا ما عنديش يا ابني. انت تاخد بعضك كده وتروح تشتغل اي شغلانه بعد مدرستك وبعد دروسك وتصرف على نفسك. كفايه انت قوي ان انا بغسل لك هدومك وباكلك وبشربك. هو ليه ماما ما بتبقاش تعمل زينا يا ماما؟ تخليها يفتح زينا. مش انتي جبت لنا هو زي اخونا برضه. ماشي يا انا الفلوس اللي كانت معايا على قدك. انا قلت لو فاض مني هجيب له. ما فاضش بقى هعمل ايه؟ كنت ذنبي ايه؟ كنت جايبه لنا الطعم برضه. هو الطعم ده هيكفيكم طول الصيف يا مروان والعيد داخل؟ طعم واحد هيكفيكم؟ ده انا جايبه لكم طعمين وهما كمان مش هيكفوكوا يا دوب الحاجه اللي على قد الفلوس اللي كانت معايا. بس ما برضه عايزين خلاص. اخونا برضه زي خلاص اخونا. مش اعمل له ايه؟ ذنبا ايه؟ مش بايدي حاجه. بس ليه يا ماما كده؟ ليه كده يا ماما زعليه؟ ما زعلتهوش، هو ينزل يشتغل بقى ويصرف على نفسه. انا هعمل ايه؟ هو كبر وانا صرفت عليه لغايه ما كبر. كفايه قوي لغايه كده بقى. هو يشوف زينا برضه يا ماما برضه.